متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تصريح خطير من ديدي دروغبا بعد فوز الجزائر على بوروندي، ويسخر من المنتخبات الإفريقية بسبب الجزائر. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى تصلك جميع الأخبار. كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن جاهزية مهاجمي عدد من لاعبي القدرة لتقديم مستويات كبيرة في كان كوت ديفوار، أبرزهم بليلي محرز وبنجح. وقال جمال بلماضي في تصريح للنهر عقب مباراة بوروندي: قمت بتغييرات عديدة، سنركز كذلك على الجانب الدفاعي، سنلعب كان كوت ديفوار مثل بقية المسابقات الأخرى ونتوكل على الله. وتحدث ديدي دروغبا عن المباراة الرائعة التي قدمها الخضر، مبديا انبهاره الشديد من الأداء الممتاز الذي قدمه منتخب الجزائر، حيث قال: شهدنا مباراة رائعة وثنائيات في غاية الروعة. إنه منتخب أوروبي داخل أدغال إفريقيا. أظن أن منتخب الجزائر سيقول كلمته في الكان المقبل. ما رأيكم بما قاله ديدي دروغبا؟